أكبر حاجة بتتعب الإنسان في حياته إنه بيستقل عن الله ويعتمد على نفسه في تسيير أموره. إنسان يستقل عن الله، يبتعد عنه، يعتمد على نفسه في تسيير أموره، يقوده عقله أو تقوده إرادته دون أن يترك لله فرصة أن يقوده. وفي إنسان يترك لربنا فرصة يقوده في بعض الأمور ولكن ليس في كل أمر، أو في كل أمر ولكن ليس في عمق وليس في ثقة. حياة التسليم هي أن تترك كل أمورك لله، تترك كل أمورك لله يدبرها دون أن تقحم إرادتك الخاصة وأساليبك الخاصة في تصرف ربنا. دي عايزة ثقة وعايزة حب وعايزة إيمان بالله وحسن تصريفه للأمور، وعايزة خبرة. واحد يكون اختبر ربنا وجربه ويقول أنا مادام سبت الموضوع ده لربنا أنا واثق أن ربنا بيشتغل إزاي ما يهمنيش، هيشتغل إمتى ما يهمنيش، لكن كل اللي يهمني أن ربنا بيشتغل. ده اللي أنا عايزه. أنا أتصور الناس اللي دخلوا جوه البحر الأحمر ومشيوا فيه ما فيش شك كانوا مسلمين حياتهم لربنا. مين يقدر يمشي جوه البحر والمية عن يمينه والمية عن شماله إلا لو كان في عمق حياة التسليم، إلا لو كان في عمق حياة التسليم. لا يخاف من المية اللي عمود على يمين ولا يخاف من المية اللي عمود على الشمال، وماشي جوه البحر بعرضه الطويل في تسليم، في ثقة، في إيمان. أنا لو عندي حياة تسليم هروح رامي نفسي في إيدين ربنا وأقول له أنت هتشق طريق في البحر وأنا همشي جوه الأمواج والمية عن يمين وعن يسار ومش هيهمني، شاعر بأنك أنت ساند المية ومسكها، لا هتقدر تفلفص من إيديك ولا تقدر تتزحزح ولا تروح ولا تيجي. حياة التسليم هي هذه الحياة التي نرى فيها الله قائما أمامنا في كل مشكلة، يشق طريق في البحر ويسمح أن نمشي فيه كما نمشي في اليابسة. حياة التسليم حياة الإنسان الذي اختبر أن يسير تحت السحابة بتقوده وماشي هو تحتيه، والله قاد الناس بالسحابة في وقت من الأوقات. إذا شعرت أن السحابة قد بدأت تظلل على الخيمة وأن تابوت العهد يتحرك أمامك وأن الكاروب الذي هو ملء المعرفة يقودك في الطريق، حينئذ اطمئن وسر تحت السحابة بلا خوف. دي حياة التسليم. آدم لم يعش في حياة التسليم لأنه اعتمد على فكره وعلى إرادته وعلى رغبته وعلى مراته، لكن ما اعتمدش على ربنا.
طول ما ربنا كان بيقوده كان ماشي صح. لما تولى قيادة نفسه أو ترك لأحد من الناس أن يقودوا حينئذ تعب، أو ترك للحية أنها تقوده، أو ترك لشجرة المعرفة أن تقوده، أخذ قيادة بعيدة عن قيادة ربنا. وده الخطأ الأول لآدم، إنه لم يعش في حياة التسليم، إنما ترك نفسه لقيادة أخرى. عكس كده نوح رمى نفسه في الفلك وساب الفلك لربنا، موجة تشيله وموجة تحطه ومية تقذفه في اتجاه معين، هو سايب نفسه في ايد ربنا. واحد سأل وقال كام واحد كانوا موجودين في الفلك؟ فقيل له في الفلك كان 8 في الفلك، نوح ومراته والثلاث عيال وزوجته، 3 و3 6، ونوح ومراته 8. فقال لهم لا، الذي كان في الفلك 9 مش 8. كان هناك الرب يمسك بدفة الفلك ويقودها في هذا الغمر العظيم. كان هذا التاسع غير المرئي كان موجودا في الفلك يمسك الدفة ويقودها في الغمر العظيم. واستسلم نوح لقيادة هذا التاسع ونجح الفلك بحياة التسليم. خش يا نوح جوه الفلك، معاك جواه كل الوحوش وكل الدبابات، كل الوحوش وكل ما يدب على الأرض يعيشوا معاك، وانت جوه ومقفول عليك ومش عارف المية هتوصلك لحد فين في هذا الطوفان العظيم. ما دام هذا التاسع معي داخل الفلك فأنا مطمئن في عشرة الوحوش، ومطمئن في هذا الغمر العظيم. يكفي أنه يمسك الدفة بيديه. هذه حياة التسليم. غلطة شاول الملك أيام صموئيل إنه استقل عن الله، ابتدى يعتمد على سياسته الخاصة وتدبيره الخاص، عشان كده فشل شاول. وغلطة يونان النبي إنه استقل عن الله ومشي بإرادته الخاصة وبتفكيره وبرغبته ولم يعتمد على ربنا. دول ضاعوا. الشخص اللي عايز ينجح في حياته يدخل في حياة التسليم، يدخل في حياة التسليم. زي ما أفتكر مرة كتبت في مذكرات راهب: متى يا رب أضع نفسي في يديك وأنساها هناك، حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير. أنا ماشي في إيديك. دي حياة التسليم. أمال يعني نقشتهم في كفي؟ كلمة نقشتهم في كفي يعني إيه؟ يعني جم جوه كفي، دخلوا جوه كفي وقالوا ندخل في كفك وكفى. كفاية إن إحنا جوه كفك ومبسوطين بنا، تنقشنا على كفك، تغرسنا في إيدك، إحنا موجودين. وهكذا كان الملائكة السبعة في يده اليمنى. هو بيمشي إيده، بيحرك إيده كما يشاء، بيتحركوا هم في إيده. إمتى تقول له يا رب أنا في إيدك، أنا في يدك اليمنى، أنا في كفك، تفعل معي كما تشاء.
لكن مخي، عقلي، رغباتي، أفكاري، إرادتي، سياستي، تدبيري، شخصيتي، كله كويس، لكن ما تبقاش في كف الله، تبقى بتدبر بطريقة بشرية هي طريقتك أنت. طب أنا يا رب هنسى كل دول وأفتكرك وأحط إيدي في حياتك، وأنسى حياتي وأفتكر إيدك، يدك التي صنعت قوة، يدك التي ثقبت من أجلي بالمسامير. زي الحملان مع الراعي، زي الحملان مع الراعي. الحملان في حياة التسليم يقول لهم شرقوا شرقوا، غربوا غربوا، وهم مطمئنين إلى محبة الراعي وإلى حسن قيادته وإلى حسن تدبيره. نحن حملان يا رب في رعيتك، قدنا كما تشاء، حيث قادني أسير، وأنا واثق إنه سيقودني إلى المراعي الخضراء وإلى ينابيع الماء الحلو. أنا متأكد من قيادة ربنا ومن حسن تدبيره ومن محبته ومن عشرته السابقة ومن مواعيده، إن الواحد يسلم نفسه في إيده ويطمئن. ربنا بيعرف شغله كويس. من كان للرب مشيرا، أنت هتشاور على ربنا تديله نصايح من ذكائك؟ أنت يا رب هتدبر وأنا واثق من تدبيرك. يكفي إنني وضعت نفسي في يديك. عندي مشكلة قدمتها ليك، صمت من أجلها، صليت، سلمتها في إيدك، واثق من إيدك وعارف إنك أنت هتشتغل إزاي أنا معرفش، هتشتغل إمتى أنا معرفش، لكن اللي أعرفه متأكد منه إنك هتشتغل، وسأرى عملك الآن أو بعد حين. ده أمر واثق منه وأراه تماما بالإيمان، باليقين، بالثقة، بالحب، بالعشرة، بالخبرة السابقة، بكل هؤلاء جميعا. لما بطرس الرسول مشي على المية مع المسيح، مشي إزاي؟ بحياة التسليم. لولا حياة التسليم ما كانش خط أبدا ولا خطوة واحدة. يقول له تعالى اركب فوق المية، امشي في ايه كده، اركب وامشي. حاجة مش معقولة. امشي ازاي؟ امشي بحياة التسليم، بالثقة. انا واثق ان انا لما امشي على المية مع ربنا مش يجرى لي حاجة، هسلم ايدي ليه وافضل ماشي على المية. الناس يقولوا لي المية اللي تحت رجليك دي هتحتملك ازاي، الجاذبية الارضية ولا الجاذبية اللي مش عارف ايه. يا عم انا ملياش دخل، انا ليا ان ايدي في ايد المسيح وهمشي على المية. دي حياة التسليم، دي حياة التسليم اللي لما الانسان يسلك فيها يعيش مطمئنا الى قيادة الله وإلى حب الله، ويضمن إن لابد النتيجة تكون سليمة. إبراهيم أب الآباء، ربنا قال له اسمع يا إبراهيم، اخرج من أرضك، من عشيرتك، من بيت أبيك، من وطنك، واذهب إلى الأرض التي أريك إياها. فين دي يا رب؟ أنت لا تعرف الآن لكنك ستعرف بعد حين. تمشي وبس، نمشي وبس، يعني جت من دي.
وخرج إبراهيم من أهله ومن عشيرته ومن بيت أبيه وذهب إلى الجبل الذي يريه الرب إياه. لم يونس الرسول لما بيعلق على الموضوع ده بيقول خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. هو مش عارف، هو مش عارف، لكن كل الذي يعرفه إن الله الذي يقوده موضع ثقة. خلاص أنا هسلمه بس. وترك الأهل وترك أقارب الوطن وذهب وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكنها الثقة. حياتنا دي هي حياة الثقة في الله. إن كان الله الذي نعبده هو الله بالحقيقة فلنثق به ولا نشك، ونرمي نفسنا وإحنا مطمئنين إلى القيادة الإلهية التي تدبر حسنا. ده الاطمئنان. في مرة إبراهيم شك في بعض أوقات، ربنا قال له بسارة يدعى لك نسل وهيجي لك عيل من سارة وأباركه وبنسله تتبارك جميع قبائل الأرض. وسارة ابتدت تكبر وابتدت تعجز وابتدت تشيخ وما بقتش من النوع اللي يجيب عيال. ايه يا رب الحكاية دي؟ هنفضل في حياة التسليم لإمتى؟ ما هو فضلنا في التسليم معاك لغاية لما الست كركبت وما بقتش تجيب عيال أبدا. طب ايه رأيك ناخد هاجر ونجيب منها عيال؟ وخد هاجر وجاب منها عيال. ربنا قال له بقول لك سارة هي دي بعد ما خلاص ما بقتش هي ده. خليك في حياة التسليم، ما تفكرش بمخك، سيبك من حكمتك. هذه الحكمة الهاجرية لابد أن تهجرها لكي تعيش معي عيشة سليمة. اهجر حكمتك. وبعدين بسارة تدعى لك نسل. سارة دي أخرى ربنا قال في العام القادم هيكون عندك عيل، افتكرتها نكتة فضحكت. فربنا قال يعني سارة بتضحك. قالت له ما ضحكتش. قال لها لا ضحكت. انت فاكراها نكتة؟ اليوم الجاي ده اهو في موعد الحياة في العام المقبل هجيلك وتكون شايلة عيل بيوقوق على دراعه. وفعلا نحن في حياة التسليم لابد أن نثق بالرب وبعمله مهما كانت الظروف الخارجية. الله هو الله، عمله هو عمله، وعوده هي وعوده. هيشتغل. ازاي؟ نسيبها له هو. زي واحد راح مقدم طلب لوزير من أصدقائه، قال له هحطك في وظيفة. يجي تاني الصبح يضرب له تليفون يقول له عملت ايه في الطلب؟ ما قلت لك هحط. يجي الظهر يضرب له، قال له مش حكاية. بعدين يبعت له واحد يزوره. ما تجيش الحكاية كده. انت طلبك استجاب. فيما انت تدعو، مجرد وانت بترفع نظرك لفوق بيكون الطلب استجيب. مجرد بتفتح فمك بالطلبة بيكون طلبك استجيب، لأن هو قال اطلبوا تجدوا، اقرأوا وافتح لك. خلاص اتفتح ووجد الطلب. وبعدين ربنا الذي اختبرناه زمانا طويلا نسلمه الأمور ونضمن تماما أنه يعمل. لما آبائنا راحوا يشتغلوا في الكرازة، راحوا بلاد لا يعرفوا لغتها ولا يعرفوا فيها حد ولا ليهم فيها كنايس ولا ليهم فيها شعب.
بلاد غريبة عنهم في كل شيء، غريبة من الناحية الجغرافية، وغريبة من ناحية اللغة، وغريبة من ناحية الشعب، لا يعرفون فيها أحد، لكنهم ذهبوا بحياة التسليم، عارفين إن ربنا سيقود الكرازة في هذا المكان. إزاي؟ ده أمر ما يهمهمش. ده قصة الكرازة في البلاد اللي ذهب إليها آبائنا الرسل، قصص إيمان عجيبة، قصص حياة تسليم. واحد بيرمي نفسه في إيد ربنا في أرض غريبة، مع ناس غرباء، مع لغة غريبة، مع عادات غريبة، ويثق إن الله سيدبر الأمر في الجو كله. آباؤنا السواح بنفس حياة التسليم عاشوا مع الرب بنفس حياة التسليم. بولس الرسول بيقول تائهين في البراري والقفار. اللي تايه ده مش عارف هو فين، مش عارف رايح فين. كان الإنسان بيخرج ويمشي في الجبل في البرية، جبل يشيله، جبل يحطه، برية تشيله، برية تحطه، لغاية لما يوجد في مكان لا يعرف أين هو، ولا يعرف كيف يرجع إلى موضعه الأصل، ويطمئن بحياة التسليم إن الله سيقوده وسيرعاه وسيعتني به في هذا القفر العظيم. أنبابولة ده اللي كان الغراب بيجيب له نص خبزة كل يوم، كان عايش إزاي؟ كان عايش بحياة التسليم. وأنبا أنطونيوس لما ذهب لكي يزور أنبابولة سار في الرحلة أيضا بحياة التسليم. لما نفقد حياة التسليم ونعتمد على أزرعة بشرية، ربنا يقول لا، صححوا المسيرة بتاعتكم، انتوا غلطتوا في السكة. مرة القديس مكاريوس الإسكندراني ذهب في رحلة، وهو ماشي في الطريق جاله هاتف داخلي حرب انه جايز يتوه في السكة، جايز يتوه ايه في السكة. فعمل حزمة بوص كده، حطب، وكل ما يمشي كذا كيلو ولا حاجة يحط حطباية على اعتبار لو تاه يرجع عليه. وفضل ماشي كام يوم بالشكل ده لغاية لما تعب نام. فلما نام الشيطان راح جمع له البوص كله وحزمه له وحطه له تحت راسه، فصحي لقى البوص تحت راسه، وعرف طبعا الحرب اللي وقع فيها. وجاله صوت إلهي: إن كنت تؤمن بالله الذي قاد الشعب 40 سنة في البرية فامشي تحت قيادة ربنا. إن كنت تؤمن بالبوص، قاد البوص تحت راسك. فاعترف بخطيئته أمام الرب، ولم يعد يعتمد على حكمة بشرية اختلقها لنفسه لكي تقوده في الطريق. أنت يا رب الذي تقود. والإنسان الروحي يثق بالقيادة بتاعتك ولا يثق بالبوص اللي كان مع مكاريوس الإسكندراني. ربنا له قياداته العجيبة لأولاده. لما نقرأ عن يوحنا المعمدان في تاريخه إن ملاك خطفه في طفولته ووداه البرية. إيه ملاك خطفه في طفولته ووداه البرية؟ نوع من أنواع قيادات الله للناس.
في لبس الشماس الذي بشر الخصي الحبشي أخذه روح الرب فوجد في إشدود، نوع من أنواع قيادات الله العجيبة اللي بتقود أولاده. في مرة القديس مكاريوس وهو ماشي في البرية بعيدا عن الجبل كان تعب جدا جدا من المشي ومش قادر، وفين البرية لسه بدري. وبعدين بص لربنا كده وقال له: أنت تعلم يا رب أنه ما بقيت في قوة. أنت تعلم يا رب أنه ما بقيت في قوة. بيقول البستان: فلما قال هذا وجد نفسه في الإسقيط. روح الرب الذي قاد أولاده كثيرا وحملهم على السحابات أو على الرياح وصنع معهم قوة، وكانت خطواتهم بإرشاده. هو هذا الذي يؤمن به كل إنسان روحي في قيادته، والذي تؤمن به الكنيسة في قيادته. في كلمة جميلة قالها أرميا النبي، قال إيه؟ قال له: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. مين اللي بيهدي الخطوات؟ هو ربنا. تضع إيدك في إيد ربنا وتتركه يقودك بحكمته الإلهية. كل ما هو مطلوب منك أن تؤمن بهذه القيادة، أن تؤمن بهذه المحبة، وأن تعيش في ثقة. تعيش في ثقة زي ما بولس الرسول بيقول: إني متيقن، أنا واثق. تشعر بثقة في عمل الرب. اللي بيرموا نفسهم في إيدين ربنا كل مرة يرموا نفسهم في إيد ربنا بياخدوا نتيجة وبيصلوا إلى ثقة، وبعدين يعيشوا في حياة الاختبار. وحياة الاختبار بتزودهم في حياة التسليم وتثبتهم في حياة التسليم، وتعطيهم ثقة أكثر وتعطيهم يقينا أكثر، وبالثقة الأكثر يرموا نفسهم في إيد ربنا أكثر، وبعدين ياخدوا اختبار جديد. وهكذا حياة التسليم تقود إلى حياة الاختبار، وحياة الاختبار تقود إلى الإيمان والثقة، والإيمان والثقة يؤدي إلى حياة التسليم، وحياة التسليم تمشي في نفس الدائرة على طول. ربنا ده عجيب جدا، عجيب جدا في قيادته للناس. قال لي يعقوب أب الآب، قال له: أنا معك حيثما تذهب، أنا معك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. بس كفاية، بس كفاية. الواحد يبتدي في الطريق وربنا يقول له: أنا معك. ما دام معايا خلاص، ما دام معايا ده أنا هخش جوه الصخر واحفر فيه سكة. ما دام أنت موجود وأنا واثق، وبالتسليم هخش جوه الصخر، وبالتسليم هرمي نفسي في وش بين ضفتي الماء في البحر الأحمر، وبالتسليم همشي معاك فوق المية زي بطرس، وبالتسليم همشي تحت السحابة زي موسى، ومبسوط. ما دام معك حيثما تذهب، خلاص أنا ماشي في حياة التسليم. واللي ماشي في حياة التسليم ما يقولش بكرة يجرى إيه، ده بكرة ده بتاع ربنا، أنا بتاع الدقيقة اللي أنا فيها دي.
بيقول لا تهتموا بما للغد يكفي اليوم شر. الغد يهتم بما لنفسه، إله الغد هو اللي بيهتم. لكن اللي معايا هي الدقيقة اللي أنا فيها النهاردة، يحصل إيه بكرة ده ما أعرفوش، ده بكرة ده بتاع ربنا. لكن إحنا نمشي في حياة التسليم، وبحياة التسليم الله يقودنا خطوة خطوة، يقودنا في موكب نصرته كما قال الكتاب.